عارفين من شوية دقيق وشوية مية وربع كوباية سمنة على زيت عملنا الفطاير اللي تجنن دي بدون بيض ولا حليب وبأسرع طريقة هتعمليها. هتطلع معاكي هشة خفيفة مورقة طرية زي القطن وبحشوة خفيفة اقتصادية بس لذيذة طعمها خطير. تنفع معاكي للانش بوكس للأطفال في المدارس وفطار وعشاء وحتى كمان غدا. مكوناتها اقتصادية كلها موجودة عندك في البيت. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بولة هضيف 4 كوبايات من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات ما يعادل نص كيلو من الدقيق. ممكن تضاعفي الكمية مفيش مشكلة بس هتضاعفي باقي المقادير. هنزل على الدقيق بمعلقة ونص كبيرة من السكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، نص معلقة صغيرة من الملح، ظرف من الفانيليا، وهقلبهم كده مع بعض. وبعد كده هجيب كوباية من المية هحطها على الدقيق وهملى الكوباية التانية 3/4 بس مش هاخدها كلها، هضيف نص كوباية بس. الربع اللي فاضل ده هسيبه لو احتاجته هضيفه تاني، لان في دقيق ممكن ياخد معاكي كوباية ونص من المية وفي دقيق بياخد ميه كتير، يعني ممكن ياخد كوبايتين الا ربع وممكن يوصل لكوبايتين كمان. فاحنا بننزل بالميه بالتدريج. هنضيف الاول الكوبايه ونص دول وهنعجن، لو احتاجنا تاني هضيف الربع كوبايه اللي باقيه. المهم انا عايزه الدقيق او العجينه ما تلزقش في الايد، ولو لزقت تلزق حاجه بسيطه خالص. تمام. هنا هعجن العجينه هقلبها الاول بالاسباتيولا وبعد كده هعجنها بايدي. تمام. العجينة شايفاها تحت ايدي كويسة، مش هتاخد اكتر من كوباية ونص المية دول. هعجنها كويس، هتاخد معايا عجن حوالي 4 دقايق كده. العجينة لمت معايا، هغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق ونرجع لها تاني. دي العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها 10 دقايق. هشيل البلاستيك وهضيف لها معلقة واحدة من الزيت وهعجنها تاني. ممكن تقطع معاكي مفيش مشكلة، مع العجن هتلم تاني، مش هتاخد اكتر من دقيقتين عجن. هحطها بعد كده على السطح اللي هشتغل عليه وهفردها رول زي ما انتوا شايفين كده علشان اعرف اقسمها لكور متساوية في الحجم. لو طلعت بقى الكور مش متساوية ممكن الكبيرة نصغرها شوية، الصغيرة نكبرها شوية كده بالنظر. هرش شوية كده من الدقيق في المكان اللي هحط عليه الكور، اللي هحط عليه العجين يعني. تمام. هاخد قطعة من العجين وهبرمها بالشكل ده واعملها كورة واحطها على البلانشة. هخلص انا الكمية كلها وبعد كده هرجع لكم تاني. ما شاء الله عملوا لي كمية حلوة حوالي 15 واحدة. هغطيهم بقى وهسيبهم 10 دقايق عشان يرتاحوا. وبعد ما عدى 10 دقايق هجيب طبق صينية اي حاجة يعني، وهحط فيها حوالي اقل من ربع كوباية سمنة او زبدة سايحة. انا استخدمت زبدة فرن، ممكن تستخدمي اي نوع سمنة او اي نوع زبدة عندك. اقل من ربع الكوباية. تمام. وكمان هضيف اقل من ربع كوباية زيت، بالميزان كده حوالي 30 جرام سمنة و30 جرام زيت، يعني الاتنين مع بعض حوالي ربع كوباية خليط زيت مع سمنة. هاخد اول كورة وهبططها على ايدي زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها في خليط الزبدة على الزيت او خليط السمنة على الزيت. تمام. الكرة التانية برضو هبططها بنفس الطريقة وقبل ما احطها فوق اختها فوق الكرة الاولانية لازم ادهنها الاول من السمنة وبعد كده احطها فوق منها علشان ما يلزقوش في بعض هما الاتنين. تمام. هخلص انا الكمية كلها وبعد كده هرجع لكم تاني. كده خلصت الكور بتاعتي كلها بططتها وحطيتها في خليط السمنة مع الزيت. تمام. هغطيها وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وبعد ما عدى 10 دقايق هشيل البلاستيك من عليها وهركنها على جنب. هنجيب بقى الحشوة بتاعتنا، عبارة عن جبنة وفلفل أحمر وفلفل أخضر. أنا استخدمت جبنة براميلي، حطيت الفلفل عليها، خرطت خرط صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هرستها بالشوكة مع بعضها. تقدري تزودي على الجبنة دي أو خليط الجبنة دي، ممكن تحطي جبنة موزاريلا، زيتون، ممكن تضيفي أي حاجة انتي حباها يعني، او ممكن تستخدمي اي نوع جبنة تاني موجود عندك، يعني اسطنبولي مثلا او كريمي او رومي. ممكن تغيري الحشوة خالص، مثلا تستخدمي لحمة معصجة او فراخ او بطاطس مهروسة هتضيفي عليها فلفل وكمون وملح وتحشيها بيها، او ممكن تحشي شوكولاتة او مربى.
اي حشوة تنفع معاكي سواء حلو او حادق. انا عملتها بالجبنة علشان تبقى اقتصادية مش مكلفة. هاخد بقى اول قطعة من العجين وهفردها بالشكل ده كأنك بتفردي فطير، وهاتني العجينة من الجنبين. بعد كده هحط الحشوة وبعدين هقفل الطرفين على الحشوة عشان ما تخرجش لبره. بعد كده هلفها اسطوانة بالشكل ده، طريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده هدوس عليها من الجنبين، هدخل يعني لو فيه جبنة ظهرت كده من الجنب هدخلها كده بإيدي، او لو العجينة طاردة لبره مش ملفوفة اسطوانة كويس برضو هدخلها بإيدي كده من الجنبين. بعد كده هجيب صاج او صينية مش دهناه حاجة خالص، وهرص فيها الفطاير بتاعتي، وهسيب مسافات بين كل فطيرة والتانية علشان طبعا لسه هتزيد في الحجم. هعمل معاكم كمان كام واحدة كده علشان تبقوا حافظين الطريقة. هفرد الكورة بالشكل ده وهتني من الجنبين وهحط الحشوة وهلفها رول وهرصها في الصاج. بس في الوقت ده بتكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هتشغليه قبل ما تدخلي الفطير بتاعنا بحوالي 10 دقايق علشان يسخن كويس. بعد ما خلصت تشكيل العجين الفطاير بتاعتي غطيتها وسبتها ترتاح لمدة 10 دقايق. عندي بقى الخليط اللي هدهن بيه وش العجين. صفار بيضة حطيت عليها 3 معالق حليب، رشة من الفانيليا ورشة من السكر، قلبتهم مع بعض بالشكل ده. بس للأسف اللقطة دي ما اتصورتش. هدهن وش العجين بالشكل ده. بعد كده عندي شوية سمسم هرشهم على الوش. الخطوة دي اختيارية، ممكن تحطي السمسم وممكن تستغني عنه. خلاص كده خلصت السمسم كله حطيته على الوش زي ما انتوا شايفين اهو. هدخلها بقى الفرن على تاني رف من تحت، وقلنا على درجة حرارة 200. واول ما الاقيها خدت لون من تحت هشغل الشواية عليها من فوق علشان الوش يتحمر وتاخد اللون الجميل ده. واول ما تطلع هغطيها بفوطة علشان ترد من حرارة الفرن. وبكده بقت جاهزة معانا احلى واجمل فطاير، شكلها جميل، طرية مورقة هشة، هي بتحكي عن نفسها، طرية زي القطن، مش محتاجة ان اتكلم عنها خالص. جربوها مش هتبطلوا تعملوها. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.